مرحبا، يا رب تكونوا بخير. النهارده هنعمل القطايف من الالف للياء بكل مكوناتها، ومكوناتها سهله جدا ومن البيت. يلا بينا نبدا الفيديو عشان ما اطولش عليكم. معايا هنا 3 اكواب من الدقيق. دي اول حاجه في القطايف بتاعتنا. هنحط كل المكونات الجافه وهكتبها لكم في صندوق الوصف تحت. اول حاجه معايا هنا 3 كوبايات كبار من الدقيق، ومعايا كمان في حدود 150 جرام من سميد البسبوسه هنحطه بردك عليها كده. ومعايا كمان معلقه صغيره من الخميره الفوريه. معانا 3 معالق كبار من السكر هننزل بيهم بردك كده. ومعانا كمان لبن بودر 3 معالق كبار بتديها كمان لون حلو قوي، هننزل بيهم بردك على السميد بتاعنا. ومعايا كمان هنا معلقه صغيره او نص معلقه صغيره من البيكنج باودر. انا بقى هنا 4 كوبايات من الميه هنزل بيهم كده. وطبعا الخليط ده لا اما هضربه بالهاند بلندر، لا اما هنقله كله على الخلاط ونبتدي نضربه، ونراعي تنزيل الجوانب بتاعتنا. كل ما نيجي نضرب لو لقينا جوانب دي بننزلها بالسباتيولا بتاعتنا. هنا خلاص كده خلصنا العجينه بتاعتنا زي ما انتم شايفين كده. هي بتبقى خفيفه خالص بالمنظر اللي انتم شايفينه ده بالظبط. ده القوام بتاعها اللي احنا عايزينه. هسيبها دلوقتي 10 دقايق كده على جنب لحد ما ترتاح شويه، وبعدين نشتغل على طول بيها. هنعمل دلوقتي بقى شربات القطايف. معايا هنا 3 كوبايات كده من السكر. هننزل ب3 كوبايات من السكر الاول. 3 كوبايات من السكر نزلنا بيهم. هنزل عليهم بكوبايتين من الميه، وهنزل عليهم كده بليمونه كامله، وهسيبهم على النار بدون تقليب لحد ما يغلوا معايا. واول لما يغلي الخليط ده كله كده معايا هسيبه 10 دقايق او ربع ساعه بالكتير، وبعدين هطفي عليه النار. وطبعا هكون موطيه عليه النار بعد ما يغلي مباشره. دلوقتي خلاص بعد ما الخليط بتاعنا خلاص ارتاح على جنب. دلوقتي جبت الطاسه بتاعتي وحطيتها على النار هاديه خالص، وسخنت الطاسه حاجه بسيطه جدا، وهنزل بالخليط زي ما انتم شايفين كده اهو، حسب الحجم القطايف اللي انتوا عايزينه. انا مثلا عايزاها حجم كبير شويه فهخليها بالسمك ده كده. هسيبها بقى كده لحد ما تطلع فقاعات معايا، وبعدين هشيلها على طول. اول بقى لما القطايف معايا بتعمل الفقاقيع دي نعرف ان احنا العجينه كده بتاعتنا مظبوطه. هستنى اما العجين بتاع الفقاعات ده يختفي تماما، وبعدين هشيل القطايف على طول. زي ما انتوا شايفين حطيت واحده تانية اهيت، وبدات الفقاقيع بردك تطلع كده. هنستنى كده تاخد لون بسيط كده من تحت، والفقاقيع كلها دي تختفي معانا عشان تستوي معانا كويس. وبعدين على طول هشيلها واحطها على طول في الطبق واسيبها لحد ما تبرد. وده بقى شكل القطايف بتاعتنا بعد ما خلصناها. شايفين شكلها عامل ازاي؟ لونها مظبوط، وكمان قوامها طري جدا، جميله قوي. بصوا ما شاء الله جميله، هتعجبكم جدا. جربوا الطريقه ديت، وطبعا لو عجبتكم اكتبوا لي في الكومنتات. ويلا بقى بينا نحشي القطايف بتاعتنا. الحشوه بقى بتاعتنا عباره عن زبيب، جوز الهند، سوداني، وعين الجمل، وحطيت عليهم قطعه زبده صغيره، وكمان معلقتين كبار من لبن البودر. وقلبت كل المكونات دي في بعضها لحد ما بقت معايا بالمنظر اللي انتوا شايفينه ده او الشكل ده متماسكه كده. ودلوقتي هنحشي بيها القطايف بتاعتنا. جبنا بقى القطايف بتاعتنا زي ما انتوا شايفين كده. دلوقتي بقى هحط في القطايف بتاعتنا الحشوه. ما نكترش قوي علشان القطايف بتاعتنا تقفل معانا كويس. وبعد كده هبتدي اضغط على القطايف بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. وطبعا لو عايزين تعملوها بالكريمه او بالقشطه قصدي بتبقى جميله جدا وطعمها بيبقى لذيذ برضك، بس انا حبيت اعملها بالمكسرات النهارده زي ما انتوا شايفين كده. طبعا لو احنا عايزين نحشي القطايف بتاعتنا او نخزنها يعني هنحشي القطايف كلها بتاعتنا الاول، وبعد كده نحطها في الفريزر. ما ينفعش ان احنا نحط القطايف من غير الحشوه بتاعتها في الفريزر عشان هتبوظ مننا وتفرول. فزي ما انتوا شايفين كده عايزين نخزنها، يبقى نعمل الكميه اللي احنا عايزينها ونحشي الباقي ونحطه في الفريزر ونطلعه في الوقت اللي احنا عايزينه ونعمله الوقت اللي احنا عايزينه. طيب لو الطاسه بتاعتنا بتلزق، عايزه اقول لكم ملحوظه كمان. لو احنا الطاسه بتاعتنا بتلزق مفيش اي مشكله، هنحط شويه زيت صغيرين جدا في الطاسه، وهنمسح بمنديل الزيت اللي احنا حطيناه ده، وبعدين هننزل بالقطايف بتاعتنا. مش هتلزق خالص وهتطلع معاكم جميله جدا.
هكمل بقيه الكميه بنفس الطريقه واوريكم بقى بعد ما قليتها عامله ازاي. ده بقى شكل القطايف بعد ما حطيت فيها الحشوه بتاعتها. دلوقتي بقى هنشوف طريقه التسويه. دلوقتي بقى حطيت هنا الزيت بتاعنا، زيت مش غزير قوي. دلوقتي هنزل بالقطايف زي ما انتم شايفين كده اهو. وطبعا اول لما تاخد لون كده حلو من تحت بشيلها بقلبها على طول على اليمه الثانيه اهو. مش هحط اكتر من كده خلاص. دلوقتي هشوفها كده لو خدت لون بقلبها على طول، مش عايزاها تاخد لون جامد عشان ما تحمرش قوي يبقى لونها مش حلو. اول لما القطايف بتاعتنا هتطلع هحطها على طول كده في الشربات وهديها تقليبه كده، وبعدين هطلعها من الشربات واصفيها واحطها على الطبق بتاعنا على طول. وده شكل القطايف بتاعتنا كده وهي في الشربات بتاعنا. دلوقتي هصفيها واطلعها على طول على الطبق جنبنا كده. دي شكل القطايف بعد ما خلصناها. شايفين شكلها جميل وطعمها لذيذ جدا وهتعجبكم قوي. طبعا لو عجبتكم الوصفه ما تنسونيش بقى من اللايك والشير والسبسكرايب، ولو عايزين اي وصفه جديده اكتبولي في الكومنتات. كل سنه وانتم طيبين واشوفكم بالف خير.